السلام عليكم احلى متابعين. النهارده عايزه اعمل صوص فراوله. عارفين الصوصات دلوقتي بقت غاليه باسعار كبيره، واسعارها كده بقت خزعبليه، اسعار كده يعني اسمها غريب. عايزه اعمل صوص فراوله. جبت كيلو فراوله، قطعته شرايح وشطفته وغسلته، وهنزل عليه بكوبايه فراوله زي دي، وارفع النار عليه، ورفعت عليه النار، واول غلوه بعد كده هبقى هدي، ونعمل احلى صوص فراوله نستعملها في الحلويات. واديله بقى تقليبه زي ما انتم شايفين كده. المعلقه مش معايا عشان اغلب بس الفراوله كده، السكر ينزل تحت الكرمل والفراوله تنزل ميتها. واول غلوه هبتدي اهدي النار عليه. مش هضيف له اي اضافات، ولا ملح ليمون ولا عصره ليمون ولا اي حاجه كده. هو مكون واحد، والسكر هيبقى هو الماده الحافظه بتاعته. ونعمل احلى صوص فراوله. هقدم لكم اي منتج حلويات هعمله النهارده بصوص الفراوله ده. انا اسفه قلت نزلت بكوبايه فراوله، لا نزلت بكوبايه سكر، معلش انا اسفه عشان المقطع بتاعي كان غلط. او بتبتدي الفراوله تغلي اول غلوه واروح مهديه النار عليها. نزلت بكوبايه سكر على مكعبات الفراوله دي بعد اول شفه كده، قلت لكم من غير بدون اي اضافات. الميه كده بدات تظهر بتاعت الفراوله عشان تبقى احلى صوص. هنعمل النهارده ايه؟ صنف حلويات. بس الاول نخش في فيديو بقى صوص الفراوله. يبقى كوبايه سكر مع كيلو فراوله كده مقطعاه شرايح وشفاه بدون اي اضافات. اول غلوه كده هديت النار عليها، اتحولت لصوص اهي زي ما انتم شايفين. كل التكتلات بتاعت الفراوله دي عايزينها تختفي، تبقى زي دي. ودي خلي بالكم اقل نسبه سكر للصوص الفراوله ده، عشان الناس اللي هي عامله دايت ومحتوى السكر ما يبقاش عالي، فنسبه السكر هاديه جدا بتاعتها الكوبايه دي. وهتعملي احلى صوص فراوله تعملي بيه حلويات النهارده ان شاء الله. بعد اول غلوه كده زي ما انتم شايفين بدات يعني كانت غاليه كده كده اهي، بدات تغلي كده، ورحت مهديه النار عليها كده. اول ما هدينا النار اهي كده غليت، شايفين الغليان؟ واروح كده مهديه النار عشان ما تتلسعش مني، لان السكر لما بيتكرمل او بيتبلور بيتلسع. وتسيبوا حواف الحله دايما هاديه كده من غير سكر، عشان السكر ما يتبلورش منك تاني. زي ما انتم شايفين صوص الفراوله هو بدا يدخل في السوا، والريم ده كله هيترسب على الاخر على جنب كده، وبعد كده ببقى اشيله بالراحه بالتدريج. هو بيرقد لوحده ويصفي. تمام. هنعمل احلى حلويات بصوص الفراوله دون. ولا هنحتاج ان احنا نشتري برطمان صوص فراوله بقد كده ولا بتاع. هو كوبايه سكر، ومش هنحط له اي مكون تاني. هو مكون السكر هو يعتبر ماده حافظه ليه اهو. بدا يدخل في السوا، والريمين بدات اجيبه على جنب كده، بنشيله بالتدريج حبه بحبه على ما يرقق خالص ويصفصف اهو. نعمل احلى صوص حلويات كده. خلاص صوص الفراوله دخل في السوا اهو، والريم ده كله بيسقط في الاخر بعد ضرب الحاجه. فاعرف بقى منين ان صوص الفراوله استوى؟ بحط المعلقه كده. تمام. الريم ده كله بيرقق في الاخر بعد ما نضرب البتاع ده في خلاط. اضربيه في خلاط، اضربيه في هاند بلندر، مفيش اي مشكله. اللي عندك بقى ما تقفيش على حاجه. عندك هاند بلندر ماشي، عندك خلاط، عندك كب، عندك محضر الطعام، تشوفي تلاقي المعلقه كده. لو عملتيها بصباعك كده وما رجعتش تاني، يبقى كده الصوص ده كده ايه؟ خلاص استوى. هجيب المعلقه كده هنزلها في الصوص اهي، اروح عاملاها بصباعي كده اهي. الخط ده ما قفلش تاني على بعضيه، يبقى كده استوت خلاص ودخل في ايه؟ يعتبر استوت. نرفع عليها النار ونضربها في الهاند بلندر او خلاط، وبعد كده نعمل بيها احلى حلويات. وده كان فيديو النهارده عن صوص الفراوله. اهو. ضربناه في الخلاط او ضربناه في الهاند بلندر، وهنعمل بيه احلى الحلويات. ده اول صوص حلويات اعمله لكم بقى بمكونين 2 بس بقى، مش اكتر. اللي هو مع كوبايه السكر وكيلو الفراوله زي ما انتم شايفين. وخلاص على كده. يلا تعملوا بيه احلى حلويات. يلا السلام عليكم.